السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة بشرى في البيت. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. فيديو جديد غنبارطاجي معكم كيك يومي بطريقه سهله وبمقادير اللي متوفرين في كل بيت. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. غنخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. غنبداو بسم الله في المقادير. كناخذ واحد الاناء اللي كنضيف فيه شويه ديال الملحه، كنضيف خنيشه وزن 7 غرام ديال الفانيلا، كنضيف كاس لاروب ديال السكر سنيده او 130 غرام، كنضيف 3 حبات ديال البيض اللي كيكونوا بحراره المطبخ وغنخلطهم مزيان. تقدروا تطربوهم غير بالخلاط اليدوي. كطربوا البيض مزيان مع السكر. غنضيف نص كاس ديال زيت نباتيه وكنخلط، وغنضيف علبه ديال الياغورت وزن 110 غرام. تقدروا تعوضوها بالحليب او عصير البرتقال، كيبقى لكم الاختيار. وغنخلط مزيان. غنضيف 2 معالق كبار ديال الكاكاو او 14 غرام، وغنضيفوا الطحين و2 خمارات وزن 16 غرام، كل وحده كتوزن 8 غرام. بالنسبه للطحين كيبقى على حساب الخليط تقريبا واحد 250 غرام. نتوما كتبقاو تضيفوا بشويه بشويه وكتخدموا، والنوعيه ديال الطحين تكون مزيانه باش تنجح معكم الكيكه. غنخلي لكم المقادير والنوعيه ديال الطحين اللي كنستعمل في صندوق الوصف. هنا كنخدم الخليط مزيان. كنضيف واحد المعلقه كبيره ديال الخل وكنزيد نخلط. وكناخذوا المول اللي دهنته بالزبده ورشيته بالطحين. القطر ديالو 26 سنتيم. تقدروا تستعملوا اي مول القطر ديالو 26 سنتيم. كتجي فيه هاد الكيكه طالعه وحجم عائلي. هنايا دهنته بالزبده. كنرشوا شويه ديال الطحين وغنضيف فيه الخليط وغندخلها للفران اللي كيكون بارد، شعله غير من التحت على 180 درجه. وبالنسبه للفران انا عندي الفران الكهربائي، وانتم كيبقى الفران كل وحده والفران ديالها كيفاش كطيب فيه. هنا غنضيف الخليط في المول كما كتشوفوا معايا، وغندخلها للفران اللي كيكون بارد شعله على 180 درجه حتى كتنفخ البنات وكتعطي الريحه ديالها في الدار. عاد كنشعل عليها من الفوق يذهب شويه الوجه ديالها وكنخرجوها. وكان هذا هو الشكل النهائي بعد ما خرجتها من الفران. كتجي كيكه اللي هماويه. تقدروا تزينوها باش ما بغيتو. انا زينتها بضانيت شوكولا. والتزيين دائما كيبقى على حساب اللي متوفر عندك في البيت وكيبقى اختياري. بالنسبه للكيكه تقدروا تقدموها غير هكا او تقدروا تزينوها باي نوع من الكريمه كتعجبكم. هنايا زينتها بدانيت شوكولا مع حبيبات ديال الشوكولات، والتزيين كيبقى على حساب الاختيار ديال كل وحده. وغنقدمها لكم بالصحه والراحه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. خليكم مع الشكل النهائي بعد ما غنقطعوها.